كابتن عزمي، كابتن مجدي ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله جميل. الدكتور اشرف جري مننا فجأة، كان معانا وجري. اشرف مين؟ اشرف صبحي. ليه في حاجه ولا ايه؟ لا، كنا عايزين نسأله هل هو مستعد لاستقبال مباراة انبي. بص يا كابتن مجدي، المسألة اللي بلدنا دلوقتي محتاجة رئيس ذكر بالأمانة يعني. بس رئيس ذكر؟ والله رئيس ذكر. بس هو رئيس هيعمل ايه لوحده؟ رئيس ذكر شارب من بيز امه، يجي يمشي الناس ويعرف ان مصر دي بلد كبيرة، والانفلات والفوضى اللي احنا عايشين فيها اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ وكل واحد خايف، وكل واحد بيترعش، وكل واحد يعني ماسك في حته قافش فيها بايديه واسنانه، حاجه يعني بقت صعبه جدا، وبقينا نكره بعض، وبقينا ما بنسمعش بعض، وحاجه بقى غريبه الشكل يعني. مصر الكبيره دي مش عارفين نعمل ماتش انبي والفريق الافريقي، طب ما نلغي كله يا كابتن. موضوع طب يا كابتن عزمي، انت قلت يا كابتن في يعني في حديث احنا زعناه لك هنا في السادسة مساء. حضرتك قلت ان الامن ما عندوش مشكله، واللي هو محمد ابراهيم ما عندوش مشكله، وسامي بيه سيدهم ما عندوش مشكله فعلا اتقال لي ان الكلام ده يا كابتن، اللي هو سامي سيدهم قال لي المباراه بدون جمهور ما فيش مشكله. انا ما اعرفش ايه اللي غير الاحوال. وبعتنا لمحسن بيه مراد، قلنا له ان الماتش بدون جمهور.